السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم مع فيديو جديد في القناة. في هذا الفيديو هذا اللي غنطرقوا فيه الخرجة اللي خرج فيها حفيظ تيفي، الاخ ديال رشيدة المعروفة برشيدة الريفية، اللي خرج من جديد كيهاجم نسيبو الزوج ديال اختو بانه الوقيته اللي كانوا مشاو لمدينه مراكش على حساب الزلزال باش يديو داك المعاونات كيا ايتها الناس كباقي الشعب. كيف ما كتعرفوا كان كلشي متضامن في هذيك الوقيته وكلشي كيدي المساعدات. فالوقيته اللي مشاو هما باش يديو المساعدات تاهموا على انه كان باغي داكشي ديال الاحسان العمومي، حيت هو مولف كياكل من الاحسان العمومي وهما ما بغاوش. وكان الاخ حفيظ مع انتصار الشماليه ومشاو هما جروب بيهم، كانوا باغيين يديروا واحد المبادره على انه يطيبوا لداك العمال اللي كاينين تما اللي خدامين تما، يطيبوا ليهم الماكله. وهو ما بغى لهمش وقال لهم الا بغيتو طيبوا نتوما غير طيبوا، هادشي حنا ما قلنا شيء، هادشي على لسان الاخ حفيظ، حنا غير كنقلو داكشي اللي قال الاخ حفيظ في القناه ديالو. وقال لك بانه كانوا منين مشاو لمدينه مراكش فتلاقاو بالاخ فيسبوكي حر، امين فيسبوكي حر، ومنين بغاو يمشيو يسلموا عليه فنسيبو ما بغاش نهائيا انه يمشي يسلم على فيسبوكي حر، بما انه هو عنده قناة مليونية فما كيشرفوش. وقال له بانه ما كيشرفنيش انني نمشي نسلم على امين فيسبوكي حر. وكيف ما كتعرفوا بانه فيسبوكي حر تم الدعم ديالو من طرف الزروالي يوسف اللي عنده مشاكل مع قناة المليونية، لهذا فهو ما بغاش نهائيا انه يمشي عنده ولا يسلم عليه. وهذا الشيء جاء على لسان الاخ حفيظ، واللي كيطلب من الاخت انتصار الشماليه اللي كانت حاضره معهم في ديك الوقيته انه تخرج وتشهد شهاده حق بداكشي اللي شافتو، وتقول الحقيقه ديال داكشي اللي وقع فاش كانوا في مدينه مراكش ملي مشاو باش يفرقوا المساعدات على الناس المتضررين من الزلزال. كيف ما انه نفى على انه ما بغاش الصلح مع القناة المليونية، بل بالعكس كذبهم وقال لك بانه هما اللي ما باغينش الصلح معاه، اما هو اذا وقع الصلح فهو راه مع الصلح، ولاني هما اللي ما بغاوش انه يديروا معاه الصلح. بالنسبه لي كرأي شخصي كنقول بما انه هو خرج كيضرب في العرض ديال الاخت ديالو وخرج الاسرار ديالهم، فهما راه عادي جدا ما غاديش يبغيو يتصالحوا معاه. هو الخطأ اللي دار هو انه منين شفتي يا ولد الناس بانه كاين مشكل، عندك مشكل مع الاخت ديالك، كان بامكانك انه تمشي حتى لعند الاخت ديالك وتواجهها وجها لوجه وتحط وتخوي قلبك وتقول كاع المشاكل اللي عندك وكاع داكشي اللي ما عجبكش، وحاولوا تصفيوا المشاكل بيناتكم. ما يخرجش هادشي للسوشيال ميديا، منين خرج هادشي للعلن فالمشكل زاد كبر. وانت كل نهار كتخرج بفيديو جديد، كل نهار كتخرج باسرار جديده بفضائح جديده على القناه المليونيه، وما عرفناش حنا هادشي كيفاش حتى قررتي ما بين ليله وضحاها انه تخرج بهاد الاسرار، او تنفجر وتفضح الاخت ديالك وتفضح القناه المليونيه واصحاب القناه المليونيه. هادشي كله ما عرفناش حنا واش بسبب انه بغيتي تطلع القناه ديالك بسبب الادسنس،
او لا بسبب شي حاجه اخرى، هادشي اللي ما معروفش وما مفهومش. هو صراحه كان بامكانك انه تجنب هادشي كله، وانه تهضر مع اختك، وكيف ما كان الحال هذيك كتبقى اختك، وما يمكن حتى شي واحد انه يحل لك هاد المشاكل ديالك. مشاكل كان خصك تحلهم ما بينك وما بين اختك. وكيف ما كنقولوا عمك ما شاف خالك. ما تخرجش نهائيا للسوشيال ميديا وتكبر الفيلم وتكبروا هذا المشكل وتجعلوا منه قضيه كبيره، بحيث انه بعد شي مرات كيكون المشكل بسيط، ولكن منين كيخرج للعلن كيولي مشكل كبير بزاف. ولهذا من الأحسن أنه تجمعوا هذا المشكل هذا وتجمعوا هذا الشيء هذا، وبركة ما تضرب في اختك، وبركة ما تضرب في نسابك. إلا كان عندك شي مشكل معاهم تمشي تحلو معاهم منك ليهم، بلا تجريح، بلا ما تبقى تجبد بزاف ديال الأسرار، بلا ما تبقى تجبد بزاف ديال المشاكل. هادشي اللي بغيت نقول في هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلونش علينا بلي لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يبلغكم الجديد. حتى لهنا كنقول لكم بسلامه عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.